ايه السر اللي خلى محمد صلاح مختلف عن شباب قريته؟ ومش بس صلاح، السر مجدي يعقوب وزويل واحمد خالد توفيق وغيرهم مش معروفين. اتولدوا وسط ناس عاديه جدا، بس نتائجهم كانت ابعد من حدود بيئتهم اللي اتولدوا فيها. وانت كمان يا صديقي اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي، ممكن تكون اتولدت في بيئه بسيطه جدا، لكن النهارده بقى عندك وعي وطموح اكبر من المكان اللي اتربيت فيه. فلو مش عارف ليه ده حصل، يبقى ركز معايا كويس، لاني هجاوبك على اهم تساؤلات في حياتك كلها، وهي ازاي اقدر اكون نفسي، مش نسخة من اهلي ولا اصحابي ولا زمايلي في الشغل. وازاي ابني هوية تخصني انا، وابدا اشوف الحياة من زاوية اوسع من الزاوية اللي اتولدت جواها وورثتها. في البداية، عشان تبقى نفسك مش حد تاني، لازم تفهم ان اللي بيفرق بينك وما بين اي حد تاني مش شكلك ولا لغتك ولا جنسيتك ولا حالتك المادية حتى. اللي بيفرقنا فعلا عن بعض هو الافكار اللي اخترنا نصدقها، والقناعات اللي انبنت عليها قراراتنا، وطريقة عقلنا في قراءة الحياة وما يحدث حولنا، ونوعية المعرفة اللي بتبني جوه دماغنا حلم ومعنى الطموح. طب السؤال الحقيقي، ازاي مخنا بيخلق افكارنا وطموحنا؟ اتولدنا بيه مثلا ولا جالنا من العدم؟ الإجابة لا من العدم ولا بتتولد بيها. عقلك ما بيختلقش فكرة من غير مصدر، هو بيتغذى على اللي بيدخله وعلى اللي بيسمعه، وعلى الناس اللي حواليه، والبيئة اللي اتربيت فيها، وعلى الدوائر اللي انت حابس نفسك جواها. فلو معرفتك كان مصدرها فقط الناس اللي في حياتك، ونفس المعرفة بتتناقلوها وبتقولوها لبعض، فعقلك مش هيلاقي طريقة انه يتطور ابدا. هيبدأ يسحب من المخزون اللي عنده، ويبدأ يتكيف بانه يقلد ويستنسخ الناس اللي حواليه، لحد ما تتحول انت واصحابك واهلك لنفس النسخة، نفس ردود الافعال، نفس الاحلام، نفس المشاكل، نفس المخاوف، نفس سقف الطموح، حتى نفس كل شيء، مجرد نسخ. ساعتها انت بتفقد اهم حاجة امتلكتها في حياتك، وهو هويتك. والهوية هنا مش اسم في البطاقة ولا صورة في جواز السفر. الهوية هي مجموعة الافكار اللي اخترتها مش اللي ورثتها. ولذلك عشان يكون لك هوية خاصة بيك انت بس، مش حد تاني، عقلك لازم يتعرض لحياة ما كانتش يوم من ضمن احتمالاته. لازم عقلك يشوف ابعد من حدود مكانك، ويتغذى على الاختلاف مش على التكرار. انت لازم تمتلك المعرفة والوعي الغير موروث. اتكلم مع ناس تفكيرهم عكسك، اتفرج على افلام من بلاد مختلفة، اقرأ عن مواضيع انت مش مقتنع بيها اصلا، سافر لو تقدر، جرب تتعلم لغة جديدة وتعرف على ثقافات ما كانش ليك علاقة بيها أصلا، حتى لو عن طريق الإنترنت بس. وتعيش تجرب حاجات البيئة اللي اتولدت فيها عمرها ما كانت هتقدمها لك، لأن ببساطة العقل اللي بيتغذى على حاجة واحدة هيفضل ينتج نفس الحاجة. فصدقني، لو غيرت ونوعت مصادر المعرفة اللي بتدخل دماغك، هتتفاجئ باللي بيطلع منها. وده مش كلام تحفيزي، ده علم مثبت. حتى ربنا عز وجل قالها بوضوح: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهي دي الحكمة، ربنا عايزك تخرج من القالب اللي اتولدت فيه. باختصار، الإنسان بيتكون من تجاربه، ولو التجارب متشابهة النتيجة هتبقى مجرد نسخة، حتى لو اختلف الشكل أو الاسم. وده معناه ببساطة إن الوعي بيساوي حدود ما تعرف. فلو معرفتك ضيقة، هويتك هتبقى أضيق منها. وده بيفسر بالمناسبة سلوك الأغلبية في المجتمع الفترة الأخيرة، وهو النقد والهجوم على أي شيء مختلف عنه، لأن وعيه غير قادر على احتواء الاختلاف. وفي النهاية انت ما اتخلقتش عشان تكون نسخة مكررة، انت اتخلقت عشان تكون اصلي، اوريجينال. وقبل ما تقفل الفيديو، ما تنساش تكتب لي في التعليقات رأيك في الكلام ده، وهل انت الاصل ولا النسخة؟ وبس كده.